السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد ووصفه جديده من مطبخ اللهلوبه. وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. النهارده ان شاء الله يا حبايب قلبي هنعمل مع بعض الجلاش الحلو المحشي بالكريمه بطريقه سهله جدا وبسيطه، وزي ما انتم شايفين كده اللهم بارك بقى. بصوا، عايزه اقول لكم زي العسل بجد، يستاهل بقكم. اول حاجه بقى هنجهزها مع بعض الكريمه في حله كده نضيفه، هنحط فيها 3 معالق كبار سكر، وممكن على فكره تحطي معلقتين، لان الجلاش طبعا احنا بنحط له شربات، فانت ممكن تحطي معلقتين او 3. انا هنا استخدمت معلقتين كبار من السكر، وكمان معلقتين كبار مليانين من النشا الابيض بتاعنا العادي اللي هو نشا الذره. وهنزل عليهم بقى كمان كده بكوبايتين من الحليب، لازم يكون يا جماعة حليب بارد او ساقع، ما ينفعش يكون دافي علشان النشا يعني ما يكلكعش. وزي ما انت شفتوا كده انا في الاول قلبت النشا مع السكر يعني كويس كده على الجاف، وبعدين نزلت بقى بالحليب على طول. هقلبه بقى كده بالمضرب لغاية لما احس ان حبيبات السكر يعني دابت خالص، وبعد كده هرفعه بقى على النار على طول لغاية ما احس بقى ان المهلبية بتاعتي او الكريمة دي ابتدت تتقل، والقوام بتاعها كده بقى تقيل كده وحلو. وعلى فكرة ما بتاخدش وقت خالص، بس اهم تكاية علشان الكريمة دي تنجح معاكي وتطلع كده يعني القوام بتاعها كريمي كده وجميلة، وتبقى ناعمة وحلوة. لازم ان انت تفضلي تقلبيها على النار، ما تسيبيهاش خالص، وبتقلبيها على فكرة على نار وسط. وفي الاخر كده بتحط لها بقى كيس فانيليا، وده يا جماعة اختياري، بس بيدي برضو ريحة حلوة قوي او نكهة كده للكريمة، بتبقى حلوة قوي في الحلويات. وهنا بقى في اللبانه دي هنجهز مع بعض السيرب المتوسط بتاع الجلاش. ما بيبقاش يا جماعه تقيل قوي ولا خفيف، بيبقى وسط، عباره عن كوبايتين سكر عليهم كوبايتين ميه وعصره ليمونه، يعني نقطتين كده مش كتير. هنرفعهم على النار لمده مثلا يعني مش كتير برضو، من 5 ل6 دقايق. اول ما يجلوا كده بتسيبيهم على نار هاديه شويه، اول ما تحسي ان القوام تقل شويه بتطفي عليه وتسيبيه يبرد بقى براحته خالص. شايفين بقى الكريمه بتاعتي لما حطيتها بقى في الطبق وسبتها تبرد خالص تاخد درجه حراره المطبخ. بعد كده بتعبيها بقى في اي كيس. انا هنا حطيتها في كيس كريمه، لو ما عندكيش واحد زيه اي كيس تلاجة عندك من الحاجات الاكياس يعني اللي احنا بنستخدمها في المطبخ يكون نظيف، وهتعبي فيه بقى الكريمه كلها. وبعد كده جبت بقى لفة جلاش يا جماعة بلدي اللي هو بيتباع عند الكنفاني. ممكن تجيبي معلب من السوبر ماركت بس هينفع برضو، مش هيقولك لأ. بس أهم حاجة ان انتي طبعا بتجيبيه متفرز، تخليه كده لمدة مثلا ساعتين قبل ما تشتغلي فيه، فبيرجع طري وجميل وبتشتغلي بيه عادي. النهارده بقى ان شاء الله يا حبايب قلبي هنعمل مع بعض الجلاش من غير ما ندهنه خالص، بمعنى كلمه خالص، مش هنحط له سمنه خالص. هنشتغل فيه كده على طول من غير بقى ما تفضلي تدهني ورقه ورقه بقى ويغلبك وتاخدي فيه وقت طويل. بجد الجلاش بتاعنا ده عايزه اقول لك ان الصينيه ما شاء الله هترصيها مفيش في 5 دقايق، مش هياخد معاكي وقت خالص. زي ما انتوا واخدين بالكم كده ان انا في الاول بجيب ورقتين فوق بعض، زي ما انتم شايفين كده انا حاطه اللفه بتاعتي يعني كلها قصاد بعض كده، وباخد منها ورقتين ورقتين. اول حاجه باخد التلت بتاع الورقتين دول اتنيها على بقيه الورقتين، على اساس ان انا اعمل طبقه تخينه شويه، وبعد كده بروح جايبه الكريمه اهو زي ما انتم شايفين كده بتنيها ازاي. اتني التلت كده والتلتين، وبعد كده طبعا فتحت كيس الكريمه وببتدي بقى ان انا اضغط واحط كريمه كده يعني املى الفراغ اللي هو في النص ده. وبعد كده طبعا بتبدأي بقى ان انت تبرميه، بس اهم حاجة يعني تحاولي ايه ان انت ما تضغطيش عليه علشان الحشوة بتاعتك ما تطلعش. وممكن على فكرة تحطي كمان مع الكريمة دي مكسرات مجروش، هينفع برضه هتبقى جميلة. وزي ما انتوا برضه واخدين بالكم ان الصينية برضه على فكرة يا جماعة ما دهناهاش، ما حطينالهاش اي مادة دهنية خالص. بتكرري بقى العملية دي، عايزة اقولك والله بجد صينية الجلاش بتترص ما شاء الله ما بتاخدش 5 دقايق اهي زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. ده يا جماعه كل اللي انا عملته ده بلفه واحده جلاش. هجيب بقى سكينه لازم تكون الحرف بتاعها يعني الموس بتاعها هيكون حاد،
وتكون حاميه علشان تقطع لي بقى الجلاش بسرعه وما يتقطعش مني، لان لو السكينه يعني بارده ومش مش حاميه هتمسك بقى الجلاش هتشرشره كده وهتقطعه وهيبقى شكله وحش. طبعا انتي بتقطعيه بقى التقطيعه اللي انتي عايزاها صوابع طويله صوابع صغيره، هنا يعني حبيت ان انا اعملها صوابع طويله شويه، بس حابه اقول لك برضو ان انتي لو عملتيها صوابع اصغر من كده في التقديم هتبقى اشيك. بس كده انا خلصت بقى الجلاش بتاعي، فجبت بقى شويه سمنه، تقريبا يعني كوبايه سمنه، حطيتها في الطاسه وهدفيها. وبعد كده هاجي بقى على صينيه الجلاش هشربها كده بالسمنه. انتوا يعني خدتوا بالكم في الاول مفيش سمنه خالص من جوه. طب هتقولوا يا ام عبد الله السمنه هتخش ازاي للجلاش من جوه؟ لا هتخش وهيبقى مورق ومش معجن وبجد والله زي الفل. وبعد ما بيستوي لو انت حاسه ان السمنه زياده ممكن على فكره تصفيه. اول بقى ما بيستوي احنا بندخله طبعا الفرن على درجه حراره بتكون متوسطه، بتشغلي الفرن من قبلها علشان تبقى فرن سخنه. بتحطي فيها الجلاش كده على درجه حراره 180 في الرف الوسطاني، اول ما تحسي ان هو يعني قرمش واستوى بتحطيه تحت الشوايه ياخد لون دهبي حلو. واول ما يطلع وهو سخن بقى تديله الشربات اللي هو البارد، زينته بشويه فستق كده. بجد والله يا جماعة شكله حلو جدا وطعمه في منتهى الجمال. اتمنى ان كلكم بجد تجربوه وتقولوا لي برضو على رأيكم في التعليقات. والله عجب كل الناس اللي كلته. الطريقة بتاعته سهلة ما شاء الله جدا، وفي نفس الوقت النتيجة بتاعته كأنك دهناه ورقة ورقة، بس ده يعني ايه اختصار للوقت بطريقة يعني جميلة. خلاص بقى يا حبايب قلبي الفيديو بتاعنا خلص، والجلاش الجميل ده عايزه اقول لكم اتنسف من كتر جماله وحلاوته. بجد طعمه في منتهى الجمال. استودعكم بقى الله الذي لا تضيع ودائعه، واشوفكم بقى ان شاء الله على خير في فيديو جديد. مع السلامه.